السلام عليكم. لو أني قطعت عليك الطريق وجعجعت فيك ولم تلق نجدا، وكنت ارتديت القساوة درعا إلى أن سلخت عن القلب جلدا، وعفت العواطف فوق التراب تهال كجمع الحشود المعدة، وأفرغت من القلب حباته لتنمو على حبة 1000 عقدة، وكنت أمرت بأن يقتلوك كما يأمر القائد الفذ جندا غضوبا أشاركهم في القتال، وسيفي كأسيافهم ما أحد، وأدركت ما أنت في فجأة تكن إلى قاتليك المودة، لأوقفت عن شلوك الهاجمين وسابقت خيلا ولامست وجدا، وأخرجت من جانبيه السهام وأطلقت للدمع والنزف قيدا، وكنت صنعت لوحدي نعشا، وما أسعد المرء في الصنع وحده. وكنت أمرت بأن يقتلوك كما يأمر القائد الفذ جندا غضوبا أشاركهم في القتال، وسيفي كأسيافهم ما أحد، وأدركت ما أنت في فجأة تكن إلى قاتليك المودة، لأوقفت عن شلوك الهاجمين وسابقت خيلا ولامست وجدا، وأخرجت من جانبيه السهام وأطلقت للدمع والنزف قيدا، وكنت صنعت لوحدي نعشا، وما أسعد المرء في الصنع وحده. وأنزلته ووقفت احتراما وحبا، وضعت على النعش وردا، وناديت للقلب في يا حسين لجوءا إليك لكي أسترد، أيا بهج العالمين ارتمي على قبره، فالعواطف عنده وإن به ثورة لن تشيخ، فمن لاء عزته مستمدة، فكل الزمانات فيها طغاة، فكوني إلى قولها مستعدة، وما زالت الله من كربلاء تقال وقائلها أخطر، وما زالت الله من كربلاء تقال وقائلها أخطر، تموت السيوف على نحره بذل وينتصر المنحر، يقيني بأن يدا للحسين تمد وفلكا به نعبر، وذكراه نور عيون العصور يضاء بها دربنا المغفر، وعام يروح وعام يجيء كبرنا وآمالنا أكبر، وقبرك لا روضة عاشقين هوى ما تعاقبت الأعصر، وأرواحنا حوله كالطيور، وأعشاشها غصنك الأخضر.